O nosso carro parou aqui em cima, aqui, ó. Tem como você ajudar nós? Tem como você... Meu Deus! Fiquei com medo, fiquei com medo. Foi isso que aconteceu. Ó, cara! Que isso, velho? Olha ali, cara! A menina tá ali, velho! Que isso, cara? تنويه: هذا المقطع قد يتضمن على محتوى غير مناسب لبعض المشاهدين. ينصح بالمتابعة. يا هلا بكل متابعين ومشاهدين قناة وليد عمر للرعب. لو أول مرة بتشوفني أو أول مرة بتشوف القناة، أنا اسمي وليد وبنقدم محتوى رعب هيعجبك جدا. بس أتمنى منك لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات على الكل عشان يوصلك كل جديد بنقدمه في القناة. وياريت تشارك الفيديو مع كل أصحابك وأهلك عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، عشان القناة تكبر ومش هتكبر غير بيكو. ويلا نبدأ على بركة الله. الفيديوهات النهاردة من أخطر الفيديوهات المرعبة اللي هتشوفها في الحلقة النهاردة. الفيديو الأولاني لمغامرين كانوا راكبين عربيتهم وماشيين على الطريق وماشيين زي ما يكونوا ماشيين في غابة، وفجأة ظهر قدامهم مخلوق مرعب جدا وهم خبطوه بالعربية. ولكن بعد ما وقفوا ونزلوا وابتدوا يبحثوا وابتدوا يبصوا على المخلوق اللي هم خبطوه ده ما لقيوش حاجة، فابتدوا ان هم يدوروا عليه ويشوفوه في اي مكان. ولكن وهم داخلين المكان لقوا واحد واقف ومولع نار، ولما دخلوا ناحيته وحط ايده عليه عشان يقول له انت حصل لك حاجة ولا يشوفوه ماله، لقوا شكله مرعب جدا ومخيف جدا. تعال نشوف الفيديو، بس اتمنى منك ما تنساش تدعمنا باللايك وما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات. يلا نشوف الفيديو. O último vídeo aí, galera, viu que... Ó, tem uns bichos correndo aqui, mano. O último vídeo viu que os demônios estão tentando entrar, mano, na casa, né, Yuri? Então, o professor Igor ele mandou mensagem falando que tava piorando as coisas lá. Tava acontecendo a mesma coisa, velho. Vem, galera, vem, vem, vem. Não, vai, cobre. É só uma pessoa só. Ó, irmão, o nosso carro parou aqui em cima, aqui, ó. Tem como você ajudar nós? Tem como você... Meu Deus! Sai daí, velho! وزي ما شفنا في الفيديو ان الاشخاص لما كانوا ماشيين بعربيتهم وفجأة ظهر قدامهم شخص فكروا ان هما بني ادم ونزلوا من العربية عشان يشوفوهم حصل له حاجة. لكن اتفاجئوا لما ما لقوش حاجة قدام العربية، ابتدوا ان هما يدوروا عليه ليكون اترمى في حتة بعيدة ولا حاجة. ودخلوا ابتدوا ان هما يخشوا في الغابات ولقوا حد واقف مولع نار. ولما جم يسألوه انت كويس او فيك اي حاجة، لفلهم وكان شكله مرعب جدا. ياريت تسيبولنا رأيكم في التعليقات. الفيديو اللي جاي لشخص كان قاعد في مكان عمله وفجأة ابتدى يحس ان في اصوات غريبة بتحصل وان في حد ماسك زي شاكوش وبيدق على خشب بطريقة فظيعة جدا ومرعبة جدا. ولما خد الكشاف بتاعه دخل المكان اللي فيه الخبط وفتح الباب ودخل جوه. وبعد ما قفل الباب ظهر مخلوق مرعب جدا دخل وراه، بس كان ظل اسود ومش باين قوي. يلا نشوف الفيديو.
وزي ما شفنا في الفيديو ان الشخص كان قاعد وفجأة سمع صوت غريب جدا، فقرر ان هو يخش يشوف ايه اللي بيحصل. ولما دخل ظهر وراه ظل اسود، شكله اسود ومرعب جدا، لان الراجل خرج من المكان مرعوب وجري بسرعة وهرب من المكان. ياريت تسيبوا لنا رأيكم في التعليقات. الفيديو اللي جاي لمجموعة شباب دخلوا يستكشفوا بيت لساحرة مرعبة جدا ومخيفة جدا جدا جدا. ولما دخلوا البيت وابتدوا يستكشفوا ابتدت تظهر لهم في كل مكان، وكان شكلها مرعب وكانوا خايفين جدا وخرجوا وهربوا من المكان. تعال نشوف الفيديو، وياريت ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات. Ó, a porta tá fechada, velho. Fechada? Ai, cara! Olha ali, velho! Olha ali a menina, velho! O que você tá fazendo aí, menino? Ah, meu Deus, cara! Fechou a porta, cara! Fechou a porta, velho! Sabe, eu fiquei com medo. Fiquei com medo. Foi isso que aconteceu. Oh, cara! Que isso, velho? Olha ali, cara! A menina tá ali, velho! Que isso, cara? وزي ما شفنا في الفيديو ان اشخاص لما دخلوا المكان وابتدوا ان هم يستكشفوا ابتدوا يسمعوا اصوات غريبة جدا، لدرجة ان هم مشوا ورا الصوت وابتدت تظهر لهم جنية شكلها مرعب ومخيف جدا، لدرجة ان هم خرجوا من المكان وهربوا. وهم خارجين من المكان كانت بتراقبهم وهم شافوها وطلعوا يجروا. ياريت تسيبوا لنا رأيكم في التعليقات. وبكده الفيديو بتاعنا خلص. ياريت لو عجبتكم الحلقة ما تنساش تدعمنا باللايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات على الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتنا اللي احنا بننزلها على القناة. واشوفكم في فيديو جديد. كان معكم وليد من قناة الرعب، واوعى تنسى تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. سلام.